السلام عليكم ورحمة الله. يا دوب خلصت من فيديو في يوتيوب، فيديو طويل شوية اسمه كرتونة رمضان. إذا سمح لك الوقت بتمنى إنك تدخل على اليوتيوب بتاعي وتشوف الفيديو. برضو عايزة أتكلم بصورة مختصرة شديد عن رمضان، بما إننا نحن داخلين رمضان وده شهر عبارة عن فرصة. لكن أنا عايزة أتكلم أو عايزة أديك صورة مبسطة الحاجة اللي أنا حسيتها فعلا عن رمضان، والحاجة كل ما الواحد يكسل ويهبط في العبادة وفي الهمة يتذكرها فترجع الهمة تاني ويرجع الشغف للعبادة. الحاجة دي إنك تتصور رمضان وكأنه فندق. تخيل إنه أنت عزموك في فندق 5 نجوم أو 7 نجوم. فندق ما بيدخلوا أي زول عادي، بيدخلوه إلا أكبر ناس في الدولة، يعني كده أغنى ناس وكده. وقال لك انت هتقعد في الفندق ده 30 يوم مجانا، أكلك شرابك كل حاجة مدفوعة، كل حاجة محسوبة، ما عليك إلا تستمتع. أنا متأكدة إنك أنت ما هتضيع يوم، لأنه عارف إذا أنت طلعت ما هتلقى الفرصة تاني، ما هتقدر تشم بابه أصلا، ما هتقدر تخش، ما عندك قروش ساعة خليه قروش 30 يوم في فندق زي ده. فالحيحصل شنو؟ انت هتحاول تستغل، انت قد يصل بيك الحال انك ما تنوم، يعني تحاول تستغل كل ساعة. فالعايزة اقوله انه عشان نحن نقدر نعرف قيمة رمضان، في 3 حاجات لازم تعرفها عن رمضان. اعرف انه رمضان اليوم فيه ب10 يوم، فاذا انت عندك 30 يوم اللي هي 300 يوم، وال60 يوم الباقية يقال انها ستوت، لانه اليوم في الستوت ب10 يوم، ف6 في 10 ب60، ف360 السنة كلها. غير كده عندك ليلة القدر، عبادة أو قيامة يعادل 1000 شهر أو أكثر من 1000 شهر. أنت عارف 1000 شهر يعني شنو؟ ده عمر إنسان مبدئيا. وعندك الحاجة الثالثة ودي الأهم كلنا لازم نتذكرها، إنه تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. كل العقبات قد تكون سبب في إننا نتكاسل ونتخاذل في العبادة، منها الشياطين، ومنها فقدان الأمل في رحمة الله أو القنوط من رحمة الله بسبب كثرة الذنوب. انت هنا ما في باب نار فاتحين لك بس أبواب الجنة. عندك القيام، ربنا في ليالي رمضان بينزل في السماء الدنيا في ثلثي الليل، يعني في الأيام العادية بينزل في ثلث الليل الأخير، لكن في أيام رمضان اللي هو في رمضان يعني بينزل في ثلثي الليل. ف... فعندك المزايا دي كلها، وما عليك إلا إنك تدفع من 6 ل7 ساعات صيام، أو أكتر شوية أو أقل شوية. الشاهد من الموضوع إنه رمضان كده كده حيعدي، ورمضان كده كده حيمشي. وكان في شخص قال حاجة مهمة، حاجة علقت معي شديد عن رمضان. قال إنه رمضان نحن لا ندرك رمضان، رمضان هو من يدركنا. كيف؟ ألا بالحرص يحصل ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. فأنت كن حريص على إنه ما تضيع منك الفرصة، على الأقل ما تضيع منك نص الفرصة. يعني حاول على قدر ما تقدر إنه ما تضيع منك الفرصة، حاول واسعى، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما تنسوني من صالح دعائكم، وامشي شوفوا الفيديو في يوتيوب وروني رأيكم، وأتمنى لكم صياما مقبولا، إفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله.